اوقات كتير بنحس اننا بنبذل مجهود على الفاضي ومفيش اي نتيجة. ده بيكون انك فقر او نحس او كده، لا بالعكس، انت بس بتكون اخترت الطريق الغلط اللي ترمي فيه مجهودك وطاقتك. ناس كتير قوي بتزعل من الموضوع ده وبتتضايق انها بعد كل اللي هي عملته ده مفيش نتيجة في الاخر، وتلاقيه يقعد يلوم نفسه انه ما كانش عمل حاجة من الاول احسن وافيد من انه يعمل ده وما يلاقيش في الاخر حاجة وكل ده يطلع في شنك. فلو انت الشخص ده وحصلت معاك قبل كده، احب اقولك انت مش فقر. خليني اوضح لك حاجة بسيطة. الحلقة اللي فاتت قلنا مش مطلوب مننا في الدنيا دي غير السعي، صح ولا لأ؟ جميل. هتقولي ما انا سمعت كلامك وسعيت اهو مفيش نتيجة، ليه بقى؟ هقولك ان النتيجة دي بايد ربنا، انت ملكش دخل فيها. هتقولي انا عارف الكلام ده، هقولك انت عارفه بس نسيه. لازم كل شوية تفتكر ان ربنا بيختار لك الخير. وقبل ما تاخد اي قرار في اي حاجة، سواء دراسة او شغل او جواز او حتى استغفر الله العظيم يا رب انتحار، لازم تفكر قبل ما تاخد الخطوة الاولى في اي حاجة من دول. طيب افكر في ايه؟ انت قلت لي لازم تفكر، طب افكر في ايه؟ افكر في النتيجة؟ لا طبعا، لانها مش بايدك. طيب افكر في ايه؟ انا عايزك تفكر اللي انت هتعمله ده بتعمله علشان انت عايز تعمله ولا عشان انت مجبر تعمله. خلي بالك من السؤال علشان اجابتك هتحدد مصير حاجات تانية. نيجي للحاجات اللي انت بتعملها عشان انت عايز تعملها. الحاجات اللي انت بتعملها عشان انت عاوز تعملها عمرك ما هتزعل من نتيجتها، سواء كانت زي ما انت عايز او لا. لكن الحاجة اللي انت بتعملها وانت مجبر انك تعملها هتزعل عليها لو ما تمتش، لانك يعتبر قصرت في انك تعملها وده هيأذيك، فبتقول ان مفيش نتيجة في الاخر. خليني اوضح لك بمثال ابسط شوية واوضح لك حاجة صغيرة. هي بالظبط عاملة زي اللي بيزرع شجرة في ارض رملية او في تربة رملية. هو عارف انها مش هتجيب نتيجة ومكمل فيها عشان هو بيحب ده ومش زعلان ان النتيجة ما كانتش على هواه، ان الشجرة ما طلعتش يعني. تعال ناخد نفس الشخص ولكن هو بيعمل كده علشان مجبر. فمثلا حد عاقبه ولا حاجة وقال له انت هتروح الصحراء تزرع شجرة ولازم تطلع بعد سنة مثلا الشجرة دي، يعني لازم تطلع وتكبر. فالراجل يقعد بقى يهرف قلبه ويزرع ويقول يا رب تطلع الشجرة دي يا رب تطلع بسرعة ومش عارف ايه، وفي الاخر ما يلاقيش حاجة طلعت. فده كان مثال بسيط. في النهاية حابين نقول ان ببساطة كده حاول تحط مجهودك في حاجة انت بتحبها وما تستناش مقابل، لان كده كده هيجيلك رزقك، هيجيلك. كل اللي عليك انك تكمل اللي بتعمله وتسيبك من كلام اي حد ليك هيشتتك عن طريقك وهدفك. وافتكر دايما ان اللي بيسعى ربنا دايما جنبه، وما تسمعش لأي حد يقولك انت مش هتقدر. لا، انت هتقدر، انت مش فقر. سلام.